الكشكول الاخضر، قواعد وقوانين امل في التربيه. انا منى، ده اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. لو ما شفتوش فيديوهات قواعد التربيه عند امل يبقى انتوا فاتكم كتير جدا. خلصوا هنا وروحوا شوفوا. 10 قاعده في الكشكول الاخضر: اسلوب التشتت. يعني ايه؟ يعني لو ابنك ماسك ريموت التكييف او التلفزيون او الموبايل ومش راضي يسيبه، هتعملي ايه؟ هتعملي اسلوب التشتت. ازاي؟ ايه ده؟ شفت العروسه الجميله دي؟ شفت هي لابسه ايه؟ هي لونها ايه؟ تعالى كده، تعالى بسرعه قولي هي ايه؟ هنا عملتي ايه؟ عملتي اسلوب تشتت من غير زعيق ولا صوت عالي ولا توجعي في قلبك، خليتيه ينتبه لحاجه تانية وساب اللي في ايده. فهمتي الموضوع هيمشي ازاي من غير زعيق ولا وجعان قلب؟ اعملي اسلوب تشتت على طول. والقاعده ال11 في الكشكول الاخضر: تجزئه. جزئي الحاجه اللي انت هتطلبيها. يعني لو هو ملى الاوضه العاب وانت عايزاه يلم الالعاب، هتقولي لم الالعاب بتاعتك كلها. اوعي تقولي كده عشان هو مش هيلمها. ليه؟ عشان الالعاب كتيره فهو دماغه مستكتره اللي هو هيلمه. طب هتعملي ايه؟ مبدأ التجزئه. حبيب قلب ماما، جمع كل المكعبات في الصندوق. يلا يا بطل وريني ازاي. ولما يجمعها سقفي له واعملي له الليله. ويلا نشوف البطل هيجمع العربيات بتاعته ازاي ويحطها في الجراج العربيات. وبعد ما يخلص تجميع العربيات ويحطهم في الجراج، شوفي حاجه تانية وجزئها له لحد ما يخلص. كده انت عملتي ايه؟ خليتيه يلم كل الالعاب بس بشكل منظم، جزأتها له، ضحكت عليه من الاخر. فمبدأ ال10 وال11 لو عملتيهم هتريحي على نفسك كتير جدا. واستنوني في مبادئ تانية في الكشكول الاخضر.